كيف ما كتشوفوا معايا هاد المضربه هبطات بزاف وما بقاتش مريحه في النعسه ديالها. لهذا السبب قررت انني نشارك معكم هاد الطريقه اللي فايت لي شرحتها من قبل، ولكن هاد المره غادي تكون بطريقه فعاله اكثر من الاول. وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله. اول حاجه كنبدا بها بطبيعه الحال هي كنحيد السينتا او الباندا اللي كتكون لاصقه في الجناب ديال المضربه. كنحيد الغشاء الفوقاني اللي كنلقاه لاصق مع بونجا رقيقه والموكيب. كنبقى غادي بهاد العمليه كنحيد اي حاجه عندي حتى كنوصل للرسول اللي بغيت نخدم عليه، حيت هو اللي عندي فيه المشكل. هادشي علاش خاصني نحاول نصلح المشكل من الساس ديالو، اما دوك الحلول الترقيعيه المعروفه ما غادي ينفعوك في والو. وهكذا من بعد ما حصلنا على الرسول اللي بغينا نقوموا بالاصلاح ديالو، كنحاول ناخذ القياس ديال العلو وكذلك كناخذ القياس ديال العرض. بالنسبه للعرض هو المسافه اللي كتكون خاويه بين كل رسول، وهكذا كيسهل عليا نعرف القياس اللي غادي خصني نقطع في البوليستير او الفرشي اللي بغيت نخدم به باش نصلح هذا الرسول ونرجع كيف ما كان في الاول. في هذه العمليه غادي نحتاجو كذلك بالاضافه للقطع ديال البوليستير قطع ديال البونج اللي خديت فيهم نفس القياس اللي قطعت في البوليستير. غادي نبدا باول قطعه كنديرها في المكان ديالها، في الحاله الا عكسات كنقسمها باش يسهل عليا نتحكم فيها. فاش كنبغي ندير القطعه الثانيه كنخلي بلاصه خاويه عاد كنديرها في المكان الموالي. وكذلك القطعه الثالثه كنخلي بلاصه خاويه عاد كنديرها في البلاصه الثانيه. نفس العمليه كنطبقها على الرسول اللي عندي كامل. كنجي للنص وكنحاول ندير مجموعه ديال القطع على العرض ديال الرسول بنفس الطريقه. كنرجع للقطع اللي درتهم في الاول وكنحاول نزيدهم للمنتصف حتى كيوصلوا للقطعه اللي درت على العرض، وكنعمر البلايص ديالهم اللي بقاو لي خاويين. غادي ناخذ القطعه ديال البونج اللي قطعته نفس العمليه اللي درت باستعمال البوليستير غادي نديرها باستعمال البونج في البلايص اللي بقاو لي خاويين. واهم حاجه كنركز عليها هي القناة. واحد الملاحظه بسيطه، فاش نبغي نطبق هذه الخدمه من الاحسن تخدم في شي بلاصه اللي سهل عليك التنظيف ديالها، لان البوليستير كيخلي البقايا ديالو. هكذا كنحصل على هذه النتيجه. تقدر تزيد قطعه ديال البونج ويكونوا متوازين مع القطعه ديال البوليستير، ولكن في هذه الحاله كان كافي بالنسبه ليا.
دابا غادي نكون وصلت للمرحله باش نجيب الجوال اللي خيطت من قبل باش ندير فيه الرسول اللي وجد. كنحطو في الارض وكناخد القطن وكندير واحد الطبقه رقيقه منه تقريبا 4 حتى ل 5 سنتيم في العلو ديالها. اهم حاجه هي نشف القطن مزيان وانا خدام به، ونحاول يكون غادي بنفس المستوى في الجوا كامل. كناخد بونجه ديال 2 سنتيم كنحطها فوق من القطن اللي حطيت. كنجيب الجوال اللي حيدت من المضربه في الاول كنحطو حتى هو حيت كيحتوي على الموكيط رقيق. كنزيد فوق منه قطع ديال البونج اللي حيدت من الرسول قبل ما نقوم بالاصلاح ديالو. وهكذا غادي نكون وصلت للمرحله باش نحط الرسول اللي داير عليه هذا الفيلم كامل. وكنحط فوق منه القطع ديال البونج اللي كانوا لاصقين فيه في الاول. عاد كنجيب الجوال اللي كان في الجهه التحتانيه من بعد ما كنحيد ليه الباندات اللي كانوا لاصقين في الجناب ديالو، ما غاديش نحتاجهم في هذه العمليه. وكنزيد بونجه ديال 2 سنتيم من الفوق، عاد كنبدا ندير في القطن شويه بشويه. وكيف العاده اول حاجه كنركز عليها فاش كنبغي نعمر هي القنات، كنبدا بهم هما الاولين، عاد كندور بالجناب ديال المضربه كنعمرهم حتى هما بالقطن، وكندير واحد الطبقه من الجهه الفوقانيه اللي كتكون رقيقه باش ما تجيش الناموسيه ثقيله بزاف. باستعمال المسمار كنبدا نجمع الثوب اللي من الجهه الفوقانيه مع الثوب اللي من الجهه التحتانيه بنفس الطريقه. بالنسبه للمراحل اللي بقاو هما نفس المراحل ديال الخدمه اللي فايت ليا شرحت في الخدمه ديال السداري عماره. هادشي علاش ما بغيتش نطول الفيديو اكثر من هذا القياس، وكنتمنى الفكره تكون وصلات. واللي ما فهمش شي حاجه ولا عنده شي سؤال يخليه لي في التعليق، كنحاول نجاوب على التعليقات ديالكم كاملين. وقبل ما ننسى واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يطبقوا هذه الخدمه في ديورهم، من الاحسن انهم يشوفوا معلم اللي كيخدم العماره ويشرحوا ليه الطريقه ديال الخدمه اللي بغاو يخدم ليهم، واخا الاغلبيه ديال المعلمين ما غاديش يوافقوا يديروا ليهم هذه الخدمه. وهذا الشيء راجع لجوج الاسباب. الاول ما عمرو خدم بهذه الطريقه وكيكون خايف ما يحصلش على نتيجه هي هذيك، والسبب الثاني هو كيكون عارف اش تابعو الا بغى يخدم بهذه الطريقه، هذا الشيء اللي كيخليه يتفاداها. وحاجه وحده اللي غادي نبغي نقول للحريفيه اللي كيخدموا العماره من هذا المنبر، تحيه لكم وربي معكم.
نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.